ويسجد الإنسان بعد الرفع من الركوع يسجد على ركبتيه أولا، ثم كفيه، ثم جبهته وأنفه، ولا يسجد على اليدين أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك البعير. وبروك البعير يكون على اليدين أولا كما هو مشاهد، كل من شاهد البعير إذا بركت يجد أنها تقدم يديه فلا تقدم اليدين، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، لأن تشبه بني آدم بالحيوان ولا سيما في الصلاة أمر غير مرغوب فيه. لم يذكر الله تشبيه بني آدم بالحيوان إلا في مقام الذم، استمع إلى قول الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا. فأنت ترى أن التشبيه بني آدم بالحيوان لم يكن إلا في مقام الذم، ولهذا نهي المصلي أن يبرك كما تبرك البعير فيقدم يديه، بل قدم الركبتين، إلا إذا كان هناك عذر كرجل كبير يشق عليه أن ينزل الركبتين أولا فلا حرج، أو إنسان مريض، أو إنسان في ركبتيه أذى أو ما أشبه ذلك. ولا بد أن يكون السجود على الأعضاء السبعة: الجبهة والأنف تبع